الاكله دي مشهوره عندنا في بورسعيد، بيعملوها كده على عربيات بتتباع في الشارع. اسمها التقطيع البورسعيدي. اكله حلوه جدا وجميله وبيبقى طعمها حلو جدا. مكوناتها سهله ولذيذه وبسيطه. طعمها بجد هيعجبكم جدا، غير التقطيع العاديه البلدي اللي احنا متعودين عليها. وعايزاكم بقى تقولوا لي اسمها ايه عندكم برضو، ومكوناتها ايه، بتعملوها زي كده ولا لا؟ تعالوا بينا بقى نشوف المكونات ونشوف الحلويات القمر دي، ونقول بسم الله وعلى بركه الله ونبدا. يلا. اول حاجه هحضرها معاكم وهي الكفته. هي بتحط فيها كفته عباره عن كور كفته. تمام، انا هنا ضربت في الكبه بصل ونعمته، وبرده هحط مع اللحمه المفرومه وهنعمهم كده مع بعض علشان القوام بتاعهم يبقى متداخل كده، علشان انا عاوزاها ناعمه وما تفكش معايا. تمام كده. بدات هنا جهزت الكفته معايا وحطيتها كده. هنبدا بقى نحط عليها البهارات. البهارات بقى عباره عن ايه؟ بنحط ملح وبحط فلفل، بحط سنه صغيره من القرفه، وبحط شويه زنجبيل، وبحط البهارات بتاعه الكفته. لو ما فيش بهارات كفته ممكن تحطي 7 بهارات، او ممكن تحطي بهارات لحمه. حطيت بقدونس يكون متقطع ناعم، وحطيت ربع كوبايه من البقسماط علشان ده نص كيلو لحمه مفرومه علشان تمسكه. تمام. وحطيت دبس رمان، والدبس الرمان ده اختياري بس انا عاملاه في البيت بيبقى حلو جدا جدا. جبت هنا السجق. انا سلقت السجق حاجه بسيطه كده بس عشان ينزل الدهون اللي فيه، والدهون اللي فيه ما تنزلش في الاكله اللي انا هعملها. تمام. لو مش عايزين تسلقوه ده اختياري، بس انا بحب كده علشان بيبقى مليان دهنه كتيره جدا. دي بقى ايه؟ دي عباره عن كبده. الكبده انا بحب اجيبها واقطعها وهي متلجه كده زي ما انتم شايفين، بس هنا الراجل كان مقطعها بطريقه غريبه، بس مش مشكله يعني، احنا بنتصرف. بدات ان انا انضفها من الشغط والشوائب اللي فيها والجلد، وبدات ان انا قطعتها كده. بحطها بقى في المصفى. طبعا الكبده مش بتتغسل زي ما احنا متفقين مع بعض. بحطها في المصفى، بحط عليها رشه ملح، رشه فلفل اسود، وبحط عليها ليمون، وبسيبها بقى تتصفى. دي كانت التحضيرات الاوليه للطبخه. هنبدا بقى هنا التحضيرات الفعليه، وهي ايه بقى؟ هصبع كده الكفته زي ما انتم شايفين. بصي، لو عندك اير فراير حطيها فيها. لو ما عندكيش اير فراير تحطيها في الفرن عادي. ممكن تعمليها كده على البوتاجاز من فوق زي ما انا عملتها. وشايفين ازاي متماسكه ازاي مع بعض. لو ما عندكيش الكبه هتفضلي تفرمي يعني تعجني فيها بايدك كده مده طويله قوي علشان خاطر ما تفكش منك. بصوا هي هنا بسم الله ما شاء الله ما حطيتش زيت كتير وما فكتش مني خالص. طعم الكفته دي اصلا مع الخلطه دي كانت حكايه حلوه جدا جدا جدا. هنا انا حمرت الكفته طبعا عشان تستوي. جبت بقى هنا الصينيه بتاعتي الحلوه، حطيت فيها زيت، سخنته كويس جدا. بدات ان انا نزلت عليه بالكبده، هديها تشويحه كده او صدمه زي ما بيقولوا، علشان خاطر ما تنزلش الميه بتاعتها ويتغير لونها. اول ما الكبده يتغير لونها هحط عليها البصل والفلفل الاخضر. لو في بقى حراق، فلفل حراق او هريسه شطه هتوديها في حته تانية، بس انا طبعا عشان الدنيا عندي بايظه اليومين دول في معدتي فما رضيتش احط شطه. قلبي لي بقى كده كل الجمدان ده مع بعضه. بعد كده بديهم بقى كده تشويحه مع بعض زي ما بيقولوا. ده توم حطيت عليه كمون وكزبره ناشفه. قلبتهم مع بعض كويس جدا. تمام. بعد كده حطيته على الكبده كاني بعمل كبده اسكندراني بالظبط. بعد كده رشيت عليها رشه الليمون بتاعنا. بصوا هي هنا الكبده ما شاء الله ما نزلتش الميه بتاعتها ازاي، منزله بس البهاريز. تخرت الكبده شويه، بدات ان انا احط السجق، هديله كده تقليبتين. تمام. عايزه اقول لكم ان الاكله دي مكوناتها كتيره، بس سبحان الله وانتوا بتاكلوها كل حاجه كده لما بيتمزج مع بعضه، مع ان كل حاجه محتفظه بطعمها، بس ميكس خطير جدا. قلبوا لي بقى كده وشموا الريحه. بصوا حاجه كده خطيره قوي قوي قوي. حطيت هنا دبس رمان، وحطيت طماطم متقطعه صغير. تمام. بدات برضو اللي انا قلبتهم بقى مع بعض، وهنا النار هتبقى هاديه خالص بحيث انها تنزل كده بهاريس او اللي هي العصاره بتاعتها. تمام. علشان خاطر بتبقى برضو طعمها حلو قوي. هنا حطيت عليهم الكفته اللي احنا محمرينها مع بعض. شموا بقى، شموا الريحه بقى وقولوا لي على الجمدان والحلاوه. عايزه اعرف بقى جربتوا الاكله دي قبل كده ولا لا؟ وبتعملوها ولا لا؟ وبتحبوها ولا لا؟ ولو ما جربتوهاش عايزاكم بقى كده تجربوها، وعلى ضمانتي هتعجبكم جدا جدا جدا. انا طبعا ما بحبش التقطيع البلدي العاديه، فبحب دي. تحفه قوي قوي قوي. مع سلطه طحينه ومع شويه بطاطس محمرين تاكلي احلى اكله. جربيها وقولي لي بقى ايه رايك فيها كده، اكتبي لي. واهم حاجه ما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا ما تنسوش تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. بقى حميدات راك اشتري قناة. I love you. Like.